السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الشيف مجدي الحسيني بفيديو جديد. النهارده هنعمل الفرفلي اللي هي البيبيونة دي. مكرونة إيطالي، مقاديرها نص كيلو دقيق وأربع بيضات كاملين أبيض مع الأصفر. بحط كركم ساعات وساعات لأ، ما بحطش ملح، بحط الملح في المية أما باجي أسلقها. وهنشوف دلوقتي إزاي هنشكلها وإزاي هنسلقها إزاي. طبعا هي حاجة إيطالية وهي بتبقى شكل البيبيونة. هي ليها فورمة كده صغيرة، أنا بعملها بالفورمة وفي ناس بتعملها بعادي من غير فورمة ولا حاجة، بس أنا حبيت أعملها بالفورمة عشان تبقى قد بعضها وبمقاس واحد. ودلوقتي هنعجنها ويدوي وهنقول ازاي. بتبقى العجينه طريه، يعني طريه ومش جامده قوي، حاجه زي يعني سهله انها تتشكل. زي ما انتم شايفين الاربع بيضات بنحطهم وبنقلب الدقيق وبنعجن عجينتنا بالشكل زي ما انتم شايفين كده. بنعجنها وبتبقى العجينه طريه سهل تشكيلها، لا طريه قوي ولا ناشفه قوي، لكن سهل التشكيل. بنخدمها شويه على الرخامه بالشكل زي ما انتم بصوا انا بعملها ازاي اهي، يعني سهل انها تتشكل بالطريقه ديت اهي زي ما انتم شايفين كده. بنخدمها وبترتاح شويه على الرخامه. في ناس بتحط كركم، انا ممكن احط كركم بشكلها جميل جدا، بس انا حبيت اعملها المره دي بدون كركم. هي مكرونه بيضه عاديه خالص. الفورمه اهي، فورمه الكنابيه اهي، الحجم ده الصغير دوت بنشكل بيها بالطريقه ديت زي ما انتم شايفين كده، وبلفها لفتين. يعني انا باخد الدايره دي اهو، اخد الدايره ديت واقوم لففها لفتين، اشدها حاجه بسيطه بالراحه كده واشدها شدتين اهو، تتلف لفتين مني بالمنظر ده. وفي صاج مفروش دقيق وبرش على وش دقيق وهنسلقها وهنوريكم هتتسلق ازاي. سهل تشكيلها مش صعب وبتبقى شكلها جميل اهي. الميه نحط ميه تغلي، ميه تغلي فيها ميه فيها زيت وملح عشان احنا مش حاطين على المكرونه ملح. وابتدي ان انا اسلق مكرونتي بالطريقه دي كده. كده احنا بنسلق بميه وملح، الميه بتغلي وبنحط زيت وملح، وهو زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. طب الصوص بتاعي صوص ابيض انا كلنا عارفينه، وبنحط عليه بقدونس او ريحان وبيطلع بالطريقه ديت. الصوص الابيض كلنا عارفينه، صوص الا كريم، وبنغرفه بالطريقه ديت وعلى الوش بقدونس او ريحان. على فكره ممكن نوع المكرونه ده اعمله بالايه، بالجمبري، وممكن بقطع السمك او بالكالاماري، مفيش اي مشكله برضو، وبيطلع بالشكل زي ما انتم شايفين ده. انا هنا بجيب ورق لورو، وهتشوفوا المنظر بتاعه. بحرقه على النار بسيط وبعمل له ايه كشكل كده، يعني 3 ورقات لورو بالشكل ده، وعلى وش ريحان او بقدونس، الاثنين يمشوا عادي. واتمنى يكون مكرونه فرفلي بالصوص الابيض عجبتكم. اذا عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس. كان معكم الشيف مجدي الحسيني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.